السلام عليكم. معكم الهام من مطبخ شهيوات الهام المراكشيه. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا السفه مدفونه، يعني السفه بالدجاج بالطبقات، والاهم انها بطريقه جديده، يعني كنقدموها في الغطاء ديال الطاجين. هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه لاصوص انا ما درتهاش في السفه، درتها في زليفه والسكر كلاصي مطحون مع كاوكاو. ها هو الشكل كيف كتشوفوا، هكا كتجي. اذا ندوزو ان شاء الله باش نمروا لعمليه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الهام من مطبخ شهيوات الهام المراكشيه. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا السفه. اذا بالنسبه للمقادير، كناخذوا كيلو ديال السفه تكون ديال القمح يعني الجيده، كنحتاجوا الزيت باش كنحلوها. بالنسبه للزبيب خديت نص كاس الكثير ديال الزبيب، كبيت عليه كاس ديال الماء طايب، غنخليه باش يطرخا. خديت البرمه ديالي كيف كتشوفوا، درت فيها الماء، خليتها تفور، خليته يسخن بهذه الطريقه. دونك كيف كتشوفوا راه الماء سخن. غنمر دابا باش نبدا ان شاء الله في الطريقه ديال السفه. اذا نبداو بسم الله. اذا كناخذ السفه ديالي، كندير فيها تقريبا واحد نص كاس القليل، يعني نص كاس ما عامرش ديال الزيت نباتيه، يعني الزيت الروميه. كنحاول هذيك الزيت كندخلها فيها بهذه الطريقه. كتشوفوا كنحاول نهزها الفوق باش تدخل فيها هذيك الزيت بهذه الطريقه. كناخذ الكسكاس ديالي من بعد ما نسخن كيف شفتوا، كندير فيه السفه ديالي بهذه الطريقه. وغادي نردها في الفرن الاولى. اذا من بعد ما فرت الفرن الاولى كيف كتشوفوا سخونه، هانتوما دابا غنحيدها ان شاء الله وندوزو باش نديرو الفرن الثانيه. اذا كيف كتشوفوني درتها دابا في القصريه. دونك غندير لها 2 كيسان ديال الماء ديال العنب، يعني بلا بعض. خديت كيلو، غندير ليه 2 كيسان فقط في الفرن الثانيه باش ما تعجنش ليا. كنحاول هاد الماء كندخلو فيها الفرن الثانيه، ما خصناش نكثروا ليها الماء بزاف باش ما تعجنش. دونك هذاك الماء راه كينزل لتحت، كيخصني نبقى هداكشي اللي لتحت نطلعو لفوق، هداكشي اللي الفوق كينزل لتحت باش تا هو شويه يدخل فيه الماء. وكنخليها تقريبا واحد 7 دقائق ونعاود نقلب، يعني ديك 7 دقائق كنبقى هداكشي اللي الفوق كنزلو لتحت واللي تحت كنزلو لفوق
ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا. اذا بعد ما خليتها 7 دقائق كيف كتشوفوا داك الماء كتكون شرباتو بحال هكا. دونك دابا غنديرها في الكسكاس ونبدا طفور الفوره ثاني. كما كتشوفوا اللون ديالها شويه كيولي خضر ديال الماء اللي قلت لكم، راه كتشربوا كله. دونك راه هذاك هو القياس في كيلو. 2 كيسان ديال العنبه تكون كافيه. كتغير الفوره الثانيه هذه اللي كثرنا ليها الماء بزاف غتعجن لينا. اذا بالنسبه للفوره الاولى غطيتها بالغطاء، في الفوره الثانيه كذلك غنعاود نغطيها. هانتوما كي كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. غنبدا دابا طفور ونتلاقاو ان شاء الله باش نديروا لها الفوره الاخيره. اذا بعد ما فرت الفوره الثانيه كيف كتشوفوا يعني كتكون طلعت فيها الفوره مزيان. دابا غنحيدوها باش نضيفوا لها الماء ان شاء الله. اذا كيف كتشوفوا راني دابا حطيتها تكون على هذا الشكل هانتوما بحال هكا. اذا دابا غناخذ هذاك الماء اللي كانت كطبخ فيه وغنكبوا عليها. بسم الله. بهذه الطريقه نكب الماء في البدايه باش تنقص لنا بزاف. اذا كي كتشوفوا الماء راه عام عليها دونك راه مزيان. غناخذ التليفون باش تشوفوا مزيان. دونك كناخذ بحال هكا كنبقى نحرك في هذيك الصفه ديالي باش تشرب ليا الماء مزيان، باش يعني حتى شي حاجه اللي كانت لتحت مجموعه طرخه. بحال هكا. هذه هي الفوره الاخرى. انا كندير عليها الماء ديالها كي اللي كيرشها بالماء بارد. الطريقه راه ناجحه ما تخافوا منها والو، ما غتعصب ما حتى شي حاجه ان شاء الله. دونك غنمر دابا نحيد الكسكاس ديالي من هذا الماء نسقطرو مزيان بهاد الطريقه. وكنبقى نقلب فيها مزيان باش حتى داك الماء كيتسقطر. دونك بحال هكا. وهاد الماء اما نردو للقدره يا اما نحيدو. انا درت ماء اخر في القدره دونك صافي غنحيدو. دونك من بعد ما حيدت الماء ديالي غنمرد دابا الصفه غنزلها في القصريه. اذا كي كتشوفوا راه شربات الماء مزيان دونك ما عنديش مناش نخاف. الصفه ديالي كيف كتشوفوا شربات الماء مزيان. انا خديت واحد الكاس من هذاك الماء اللي نزل منها يعني اللي تلقات فيه الدقيق ديالها. غادي ندير فيه القياس ديال واحد المعلقه صغيره ما عامراش ديال الملح.
دونك هذاك الماء اللي درت في الكاس كناخذو كنحرك ديك الملحه. الماء كيف قلت لكم راه خديته من البرمه، يعني داك الماء اللي بقى ليا نقصت منه كاس باقي سخون بزاف، وكنكبو ثاني عليها بهذه الطريقه. كنبقى نحرك فيها شويه غير على ود الملحه باش تدخل مزيان بهذه الطريقه. وكنخليها تنشف واحد المده ديال 10 دقائق. دونك ما غندخلهاش دابا، ما غنرداش الكسكاس، غنخليها كيف قلت لكم مده ديال 10 دقائق حتى تنشف، يعني ما يبقاش فيها كاع، ما بقاش نحس فيها انها راه الماء فيها الماء. اذا كيف كتشوفوا الصفه ديالي كيف كتولي، دونك ما كيبقاش فيها الماء، كتنشف تماما، كيبقى فيها والو. دونك راه شربات الماء كله. كتولي بحال هكا. اذا دابا غندوز لهداك الزبيب. هذه هي الفوره الاخيره ديال الفوره الثالثه. هانتوما كتشوفوا الصفه ديالي كي دايره محلوله. اذا السر باش تنجح ليك الصفه ان شاء الله هو في هذه الفوره الاخيره. الناس ما كيدهنوهاش، كيردوها الفور، كيقول لك راه باقي غندهنها مي ماشي دابا حتى ندهنها بالزبده. لا، خاصنا دابا ندهنوها. هانتوما بشويه تاع الزيت ماشي بزاف، تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت. كندخل هذا الزيت فيها مزيان. الصفه ديالي راه ما بعجنا ما حتى شي حاجه، واخا هذاك الماء عطيتو ليها بزاف، ولكن راه عطيتها الماء باش تشرب باش تولي رطبه. المهم هو نخليها حتى تنشف، والوقت اللي نخليها فيه كتنشف نبقى نقلب، يعني هذاك الشيء اللي تحت نردو الفوق باش دغيا نربح شويه الوقت، ما تاخذش ليا مده طويله. واحد جوج تقريبا جوج المرات كنقلبها بهذه الطريقه، يعني داكشي اللي تحت كنردو بحال هكا، وكنخليها ثاني شويه وكنرجع ليها ثاني مره اخرى، كندير لها نفس العمليه. ومن بعد 10 دقائق كنحصل على الصفه ديالي كتولي ناشفه ما فيها والو، وكتولي رطبه كيف كتشوفوا. دونك دابا غندوز لداك الزبيب اللي فزكت، اللي ديجا كنت فزكتو في الماء الطايب، غنطلقوا فيها. وغندوز نديرها في الكاس. بهذه الطريقه اذا هذا هو سر النجاح ديالها. هو كندير لها داك شويه الزيت عاد باش كنردها طيب، باش ما كتعجنش ليا، يعني واخا عطيتها الماء بزاف ولا ترطبه ما كتعجنش. هانتوما ها الكسكاس ديالي كيفاش داير، راه ما بقى فيه حتى نقطه تاع الماء. والصفه ها هي كيف كتشوفوا، هانتوما راه ما بقى فيها والو، ومحلوله ورطبه، حتى اللون ديالها راه كيبان لكم ما بقاش صفر ولا ابيض بحال هكا. دابا غنردها ثاني طفور وغنغطي عليها الكسكاس وغنخليها حتى تطلع فيها الفوره، تقريبا دوز ثاني واحد 10 ديال الدقائق ونحيد عليها الغطاء ما نخليش. اذا ندوزو دابا ان شاء الله نصاوبوا الدجاج ديالنا. اذا بالنسبه للدجاج كنحتاجوا المعلقه صغيره تاع البزار، معلقه صغيره ولكن عامره تاع القرفه، شويه تاع الملح، معلقه عامره ديال السكينجبير، معلقه عامره ايضا ديال الكركم او الزعفران الخرقوم البلدي. كنحتاجوا نص كاس ديال الزيت،
قليل من الزبيب، شويه ديال الزنجبيل الاخضر وربيطه ديال القزبور، وايضا جوج البصلات يكونوا مشلضين. انا شلطتهم هنايا. غنحط فيهم الدجاج حيت عندي مكونجلي، وغادي نضيف عليه هاد العناصر. اذا بالنسبه للمصير انا ما غنديرش وحده كامله، غندير غير النص، وغنضيف القوام كامل. غنضيف الزيت، وغنحك شويه ديال السكينجبير. اذا غناخذ شويه ديال السكينجبير طري غنحكو. بهذه الطريقه كيجي بنين. شويه ايضا ديال الزيت الشعره الا كاين، حتى هو كيجي فيها زوين. اذا انا دابا كنشعل عليه، والبرمه راه كتفور الفوره الاخيره ديال السفه، ونخليه شويه يتشحر، ونتلاقاو ان شاء الله باش نبللو عليه ونضيفوا ليه شويه ديال القزبور والمعدنوس ربيطه. خليوه يتشحر شويه. اذا كيف كتشوفوا بعد ما كنخليوه يتقلى واحد شويه مزيان، كندوزو دابا باش نرويو. ما نكثروش الماء بزاف حيت حنا بغينا المرقه تكون ناشفه. دونك هذا القدر راه كافي. وغنديروا شويه ديال القزبور والمعدنوس من الفوق ربيطه، وغادي نغطيو عليه بين ما يطيب ان شاء الله ونحيدوه. اذا هانتوما كتشوفوا المرق كي كيولي على هذا الشكل، يعني ما كتبقاش عندي المرقه، كتولي مرقه يعني خاطره. دابا غادي نمر لواحد العمليه اللي هي مهمه جدا، بغيتكم تشوفوها معايا. اذا غنحط الكميله ديالي هنا، غندوز نحيد الدجاج من بعد ما طاب. المهم انا غنحيدو. كنحاول فقط نهز غير الدجاج، يعني هذيك المرقه باقا محتاجه ليها. غنحيد هاد المريقه. اذا غنستمر بهذه العمليه حتى نحيد الدجاج ديالي كامل. اذا الاهم من هذا الشيء انني كنستعمل مولينيكس باش كنطحن هذاك الخليط اللي عندي. كيف كتشوفوا مريقه راه كتبقى خاطره بزاف. دونك هذيك النص حامضه اللي درت ما غنستعملهاش كامله. هذا هو السر ديال هذا. دونك غندير غير نصها، ما عرفتش واش كيبان. وي دونك غندير غير النص، يعني الربع ديال المصيره. وحيت من طبيعتي حل القزبور، وهذا الخليط ديالي غنطحنو في المولينيكس. نضيف واحد شويه تاع المرقه باش تنزل ليا البصيله، وغنتسنى عليه شويه يبرد ونطحنو في مولينيكس. اذا كيف كتشوفوا من بعد ما كنطحن الخليط ديالي كيولي على هذا الشكل. غنجيب ثاني الكاسرونه ديالي مره اخرى، غنرد كاع هذا الخليط كي كتشوفوا. ودابا عاد غندير الزبيب. اللي كنت ديجا مفزقاه في الماء طايب، اللي درت نص الكميه قبيله ونصحتها في الطبيخ. غنضيف يا اما السكر يا اما العسل. انا عندي عسل للاشاره، العسل راه سبق ليا وجدته معكم. دونك كيكون بحال هاد الطريقه. كنكب منه تقريبا واحد نص كاس ديال العسل.
حيت ما غنديرش السكر في خطره. كنت غندير السكر كنت غندير غير معلقه ولا جوج تاع العسل. كنخلط هذا الخليط وكنردو فوق النار حتى كيولي معسل. يعني كتختار هاد المرقه كتبقاش عندي فحال هكا. نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا التقديم. اذا بعد ما كتكون طابت المرقه ديالي هانتوما كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل بحال هكا. كتجي مريقه خضره. انا غنهز التليفون حسن باش تشوفوا. هانتوما كي كتجي كتكون بحال هكا، يعني هكا كتكون المرقه. غندوزو دابا ان شاء الله لطريقه. اذا غندوزو دابا ان شاء الله باش نحلو السفه اللي صوبنا هي الاولى. دونك ندوزو نحطو السفه اللي صوبنا. هانتوما كيف كتجي. انا ما غنحطها كلها باش تشوفوا يعني كيف كتجي. غندوزو نحلوها، تخافوا منها حتى شي حاجه. نتوما غنحلها كلها قدامكم. نتوما راه باقا كيف حطيتها من الكسكاس، يعني ما حليتهاش قبل. ها هي محلوله باقا سخونه. هانتوما كلها محلوله كتجي تبارك الله فنه. يعني والسر هو هذاك الزيت اللي درت في الاخير، هي اللي ما كتخليهاش تلصق، كتخليها الحبه على اختها هكا. غنجيب دابا شويه الزبده. اللي بغى يدير البلديه يديرها، انا درت غير العاديه، يعني هي ديك اللي كنشريو تاع العبار. كنديرها لتحت نخليها واحد شويه، غنرجع نلقاها دابت بحال هكا. غنعملها شويه بيديا دغيا تذوب ليا. الا كان عندكم الوقت خليوها غير واحد شويه غترجعوا تلقاوها دابت. نتوما الصفه تبارك الله شوفوا كي دايره طايبه مزيان، باينه غير من اللون، كلها محلوله حتى حبه ما كتضيع. يعني حتى الكسكاس شفتو راه ما بقات لاصقه فيه حتى حاجه. غندوزو دابا لطريقه التقديم. اذا هانتوما كي كتشوفوا يقدر اول مره غتشوفوها غتجيكم شويه غريبه. المهم انا غنستعمل الغطا ديال الطاجين. بالنسبه للدجاج انا ما فردتوش كله، خديت غير الكميه اللي بغيت، حيدت منها العظام، حيدت شي جليفات اللي كاينين، يعني شي جليدات ولا كنفردتو بهذه الطريقه نحتفظ به. خديت كاوكاو، اللي بغى يدير اللوز يديرو، طحنتو مع السكر كلاصي. هادو تميرات، خديت نص ديال التمره
درت فيهم العجينه ديال اللوز والكوك، خلطتهم مع العسل، شويه ديال المسكر الحره وشويه القرفه، ودرت الملون. هذا استعملت فيه ملون احمر، هذا استعملت فيه ملون اصفر، وهذا درت فيه الاحمر، وابخي دهنتهم بمزهر وفنتهم في الكوك. دونك غير للتزيين فقط. اذا نبداو على بركه الله. كناخذ الغطاء، كندير فيه الطبقه الاولى، ما تكونش غليظه بزاف، شويه باش يجي الشكل زوين. هانتوما درت الطبقه الاولى وكنبرك عليها حيتاش ما غتعجن ما والو. الصفه ديالي راه تبارك الله غزاله، يعني طلعت. هندوز دابا ناخذ اما الدجاج اما كاوكاو. انا غنبدا بكاوكاو والسكر، غندير به طبقه حتى هو، ندير به واحد الطبقه زوينه نيت. وكنبرك. هانتوما راني درت طبقه ثاني ديال الكاوكاو والسكر كلاصي، كنبرك عليها مزيان. اللي ما بغاش يدير سكر كلاصي ممكن يدير غير كاوكاو بوحدو. غندير ثاني طبقه ديال الصفه. دائما الصفه حتى هي تبقى تكون رقيقه، ما نكثرش بزاف باش نحاول نخدم على الطبقات بحال هكا. ها هي غطيت هذاك الكوك، هذاك الكاوكاو. غندوز ثاني ندير طبقه ديال الدجاج، نحاول نحلو مزيان. كندير به حتى هو طبقه، ونحاول بزاف نخدم على الجناب حيت هما غيبانوا في التبصيل. نفس العمليه ثاني. غندير طبقه ديال السفه. نتوما الا شفتوني راه كندير طبقه رقاق، يعني ما كنكثرش السفه بزاف. المرقه غنخليها حتى الاخير، يعني كنكمل بهذه الطريقه وانا كنبرك، يعني كنصاوب ومن طون كنبرك. كنعاود ثاني ندير طبقه ديال الكاوكاو والسكر. كي قلت لكم كنحاول نخدم على الجناب. نعاود ثاني ندير طبقه ديال الصفه. ما كنكثرش الصفه بزاف. وكنحاول نبرك. علاش كنبرك؟ باش ملي نقلبو غنلقى ديك لا فورم اللي بغيت. غندير ثاني طبقه ديال الدجاج. اذا بعد ما كنستمر بنفس العمليه حتى كنسالي الطاجين ديالي. دابا غناخذ الطبسيل بهذه الطريقه وغادي نقلب فيه السفه ديالي بحال هكا. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كي كيجي، ملي كيجي مقبب فيه الطبقات بحال هكا. غندوز دابا نزينها. كل واحد على حسب الذوق ديالو. ممكن ديروا رقائق اللوز، ديروا بحال هكا.
انا درت اليوم الغدا الطاجين صغير، ممكن ديروا نتوما الغدا الطاجين يكون كبير. اللي بغى يدير خط ابيض وخط اسود ممكن، ندير واحد قرفه وواحد سكر كلاصي تا هو كيجي رائع. انا حيت ديجا السكر طحنته مع الكوك مع كاوكاو، كنزين بهادو بحال هكا. حتى كنسال الكميه اللي عندي. ها هو الشكل النهائي. بالنسبه للمرق انا ما درتوش، درتو في الزليفه، يعني اللي بغى يديرو. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى تجربوه بصحه والراحه. يلا بسلامة عليكم، ان شاء الله في فيديو اخر. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وجيم. يلا بسلامة عليكم.